أهلا بكم من جديد. أبو فهد، تحدثت عن موضوع الأبراج. برج مبارك، أنت جبت لي صورة اليوم على برج مبارك. موجودة طبعا. برج مبارك هو أعلى من برج أعتقد خليفة. أعلى من برج خليفة. برج مبارك إن شاء الله هو اللي ناويين الحكومة الكويتية أنها تبني في منطقة الحرير. أعلى من برج خليفة. يا ريت تنزلوا لنا صورة الأبراج إذا موجودة عندكم جاهزة. تفضل. نعم. احنا نلاحظ هني بس يعني على بس للاخوان المشاهدين على اساس كلمتك انت 37 مليار شلون كانت عندنا تطويرها او وين راحت او وين توجهت بالشكل السليم. نعم. احنا عندنا برج دبي اعلى برج بالعالم حاليا. البرج اللي يفوق عليه برج الوليد بن طلال في جدة الان المزمع تنفيذه بلش فيه طبعا. عندنا برج مبارك اللي هو في مدينة الحرير. خلونا ناخذ شغله بس بسيطه ناخذ فكره عنها. تكلفه برج دبي 1.5 مليار ونص. وتم التنفيذ برج دبي العالمي اللي هو برج خليفه. نعم. تم تنفيذه في مليار و400 اقل من الميزانيه المقرره. اقل من الميزانيه المقرره اللي هي 1.5. نعم. برج جده تم الرصد له في مليار و300 مليون دولار. بدأ التنفيذ. نعم. برج اللي هو برج المملكة. برج المملكة اللي هو في جدة. يتبع إلى برج إلى مالكه. هذا الآن يظهر البرج يعني اللي هو برج جدة برج المملكة. نعم. أبو فهد يا ريت تعلق عليه. تكلفته مليار فاصلة 3 اللي هو مليار و300 دولار. لو نشوف شغلة معينة نشوف مساحته اللي هو 1000 متر. المساحة 1000 متر نفس برج مبارك اللي احنا نتكلم عنه في عندنا في الكويت. بدأ تنفيذه في 2011 وراح ينتهي البناء منه في 2018 في جدة. 63 شهر 63 المتفق شهر. عليه. نعم. البرج الآخر تفضل اللي هو برج خليفة. يا ريت نشوف الصورة. برج خليفة. برج خليفة في دبي. تمت طبعا الإعلان عن تكلفته في 1.5 اللي هو مليار و500 مليون دولار. وتم التنفيذ في مليار و400 عليه تنفيذه في برج خليفة. وتم الوقت ماله 63 شهر نفس العملية. نقدر نشوف البرج الكويتي. برج مبارك في جزيرة بوبيان. برج مبارك لاحظ على الاختلاف الموجود المعين. طبعا يفرق برج مبارك عن برج المملكة في جدة متر واحد فقط. متر واحد بالارتفاع متر. يعني المتر اعتقد سور ناخذه احنا ما عندنا مشكلة. الصاعق فيها ان اشوف تكلفة جدة اللي هو مليار و300 وشوف تكلفة برج مبارك. تكلفة برج مبارك ب7 مليار دولار. 7 مليار دولار هي على برج مبارك. يعني علشان متر واحد 7 دفعنا عطى 7 مليار. 7 مليار اي. يعني هذه اللي يجرح نوعا ما هي عملية ان هذا البرج بالتخطيط مو بالتنفيذ. احنا تعودنا في مناقصات تصير عندنا وفي تحالفات معينة ويصير فيها هدر مال عام. لكن الصاعقة ان نوصل بمرحلة السرقة بالنية. يعني هذه إهانة. يعني حطوا المشروع وسرقوه حطوا عليه 5 مليار. لا اول شيء هذا السعر اللي ينطلق منه 7 مليار. فما بالك بكره يصير عليه عقود تشغيليه وعقود اضافيه وكذا وكذا ونوصل الى مرحله مهوله. 7 مليار ومليار و300 ففي فرق شاسع. يعني ما هي الدبل ولا هي التربل ولا هي الضعف ولا الثنين ولا الثلاثه ولا يعني هذا شيء مهول. يعني 37 مليار اللي راحت انا ما اتهم فيها. لكن أنا أتكلم كلام واضح. كلمة 37 مليار هي تعتبر شيء ضخم. يفترض كل كويتي من عند باب بيتهم مثل ما قلنا قبل شوي يبطل بابه يشوف صرح عالمي أمامه. يفترض الكل يحس في هذه المليارات لما دخلت البلد وتحركت على الدورة المالية. الدورة المالية تمس كل مواطن كويتي حتى المواطن اللي يقول لك أنا ما تحوشني. لا تحوشك. هي دورة مالية تلف على العالم كله. نعم.